في لحظة واحدة ممكن كل حاجة تتغير، مكالمة تيجي فجأة، أو طريق يتقفل، أو حلم يضيع، أو وجع يهدك من جوه. فتقف وتسأل نفسك ليه يا رب؟ هو أنا عملت إيه علشان يحصل لي كده؟ لكن بعد وقت تكتشف إن اللقطة اللي وجعتك كانت أكتر لحظة ربنا رحمك فيها. لطف الله مش دايما باين، بس دايما موجود، بيحوطك وانت غافل، وبيسندك وانت فاكر إنك لوحدك. يمكن تنام زعلان علشان حاجة راحت، وتصحى تكتشف إن ربنا أنقذك من مصيبة كانت جاية. كم مرة ربنا لطف بيك وانت مش حاسس؟ كم مرة اتأخرت حاجة كنت متمسك بيها وبعدين قلت الحمد لله إنها اتأخرت؟ الحلقة دي مش بس حكاية عن لطف الله، دي رحلة جوه قلبك علشان تشوف ازاي ربنا بيحط الخير في التفاصيل الصغيرة اللي انت أصلا ممكن تكون مش شايفها. ولو ركزت كويس هتعرف إن كل وجع، كل تأخير، كل دمعة وراها لطف ربنا العظيم.